عارف انت وانت نازل الشارع كده وبتلاقي بتاع بطيخ وتقول له نقي لي بطيخه حمراء، اياك تكون قرعه. ده بالظبط اللي بيحصل مع الزمالك لما بيلاعب او قصدي لما بيجيب لعيب افريقي. بيمشي كده على وش القفص يقول لك بالله عليك اوعى يكون قرعه، انا عاوزه حاجه حمراء كده يبيض وشي قدام الجمهور. هو ده اللي بيحصل بالظبط. اديك بقى امثله كتير. الشبلي لو تفتكروا بتاع العراق، او الشبلي بتاع العراق. مايوكا اللي كان جاي هداف، جه عند الزمالك ربى افخات. آه، اخرهم سامسون اكينولا. الواد ده لما كل جماهير الزمالك بما فيهم فريرة شاف فيديوهات اللعيب وازاي بيخلق لنفسه فرص وازاي بيهدف من نص فرصة، قال لك بس ده الواد اللي ما جابتوش ولاده، هاتوه الزمالك بسرعه، الواد ده هيبقى غول في افريقيا وغول في الدوري وبص ما يقولكش. وبالفعل اول مباراه لعبها دي تقريبا نزل ربع ساعه، هوب تيك جون في سموحه، الواد ده خلاص ما جابتوش ولاده. بعد كده قعد دكه. تخيل ان لعيبه او تسويق الزمالك بخصوصا في افريقيا بيبقى عامل زي البطيخه، يا حمرا يا قرعه. وغالبا ما جبناش بطيخه حمرا من ايام ايمانويل امونيكي وكوارشي، الناس دي هي اللي كانت حاجه الله اكبر عليها. امونيكي وصل لبرشلونه عن طريق الزمالك، وكوارشي كان هداف بالفطره عندنا. بعد كده ما شفناش ريق حلو من مهاجمين افريقيا خالص خالص. تحس ان كده الزمالك مرورا بقى بابوجو بدومونيك مش عارف بابو كانيه، ده ابو كانيه جاب جون باكورد، حسس العالم بعديها او حسس جماهير الزمالك ان هو الجينيوس اللي ما جابتوش ولاده، وسبحان الله بعد كده قعد جنبينا. المهم ان عاوز اقول لكم ان التسويق في الزمالك خصوصا في لعيبه افريقيا حدث ولا خرج. حدث ولا حرج. يلا هي طلعت صح. المهم اتمنى ان يكون في تسويق على في اداره الزمالك بتليق باسم نادي الزمالك، لان اسم نادي الزمالك كبير جدا جدا جدا. سلام.